جذر طعام ب1,000,000 ريال، جذر لا هو بأثري ولا أنه مصنوع من الذهب. شو قصته؟ يقول لك أن امرأة من القصيم أوقفت جذرا للجريش في أحد المساجد، وكان الناس في زمن فقر وحاجة، وكل من احتاج هذا الجذر استخدمه ورده للمسيد، وأخذ هذا الجذر يدور بين الناس. مر الزمن وأغنى الله الناس، وتم بيع هذا الجذر بمزاد علني، واشتراه رجل ثري ب100,000 ريال، وبهذا المبلغ تم شراء قطعة أرض ثمنتها الحكومة ب1,000,000 ريال. ورثت المرأة صاحبة الجذر بغوا أن يستمر أثرها الطيب، وقرروا شراء بناية ب1,000,000 يكون ريعها للفقراء والمساكين. وسبحان الله، من هذا الريع تم إنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم. صوروا كل هذا الخير من جذر جريش. صدق رسولنا الكريم عندما قال: لا تحقرن من المعروف شيئا. العبرة صدق واخلص النية، فبصدق النوايا تصنع عظيم الأثر.